في فارس راجع من الحرب ومعاه حصانه. الحصان كان متبهدل طبعا، جروح واصابات وتعبان جدا. فنزل الفارس عند قريه فرنسيه كده ولقى فيها ميه وبحيره، فنزل الحصان بتاعه وهو عشان يشربه، والحصان نزل جوه الميه تماما واستحمى. طلع الحصان، وبعد كام يوم اتفاجئ صاحب الحصان او الفارس ده ان الحصان كل الجروح بتاعته خفت، الالتهابات اللي في جلده وجسمه رجع تمام. ده لفت نظره. ايه السر؟ ايه اللي حصل للحصان؟ ان الحصان غطس في ميه في نبع في قريه فرنسيه. القريه الفرنسيه اللي كان فيها النبع ده اسمها قريه لاروش بوزيه، ومن هنا جه اسم البراند بتاعنا اللي هو اشهر براند دلوقتي في المنتجات الطبيه عموما، مش بس ان هو تجميلي، لا طبي اكتر. الميه دي قعدوا استغربوا جدا، ايه يعني اللي مختلف فيها؟ بيقولوا عليها ميه حراريه. الميه الحراريه دي بداوا يكتشف ان لها يعني حاجات علاجيه وطبيه، وخاصه اشهر حاجه موجوده في الميه الحراريه بتاعت قريه لاروش بوزيه هي السيلينيوم. على مدى عقود كتيره فضلت الناس بتعرف ان النبع اللي موجود ده في قريه لاروش بوزيه في فرنسا له قدره على انه يعالج الجلد والالتهابات وكل الحاجات دي، ودي كان اسمها الثيرمال ووتر او الميه الحراريه. فضلوا كده لحد ما جه نابليون بونابرت، واحنا نابليون بونابرت كان بيهتم قوي جانب الحروب طبعا كمان بالجنود بتاعته. ولما سمع كتير قوي عن قريه لاروش بوزيه وعن المياه الحراريه الموجوده فيها، طلب ان هم يبنوا مستشفى لعلاج الامراض الجلديه للجنود بتاعته، للخيل ولكل الحاجات دي في المكان ده في قريه لاروش بوزيه. وهنا في القريه دي وجنب الينابيع الحراريه بتاع لاروش بوزيه تم بناء اول مستشفى عسكري متخصص في انه يعالج الالتهابات الجلديه والجروح اللي بيتعرض لها الجنود اثناء